منذ حوالي 15 عاما يسيطر النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم، ولم يكسر احتكارهما للجائزة سوى الكرواتي لوكا مودريتش عام 2018 والفرنسي كريم بنزيما عام 2022، في حين حجبت الجائزة عام 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. وبالنظر إلى ذلك يعتبر ميسي وكريستيانو أفضل لاعبين في العالم طوال تلك الفترة، بينما ترك السباق على المركز الثالث مفتوحا على مصارعيه لنظرائهما وفق صحيفة ماركا الإسبانية، التي ترى من ناحيتها أن هناك عديدا من لاعبي كرة القدم ممن يمكنهم إكمال منصة التتويج، وتساءلت: إذا لم يكن نيمار فمن هو ثالث أفضل لاعب في العالم؟ إجابة هذا السؤال نستعرضها من خلال السطور التالية. نيمار جونيور المنافس الدائم. جاء النجم البرازيلي في المركز الثالث لأفضل لاعب في العالم مرتين، وذلك عام 2015 حين قدم مستويات رائعة مع برشلونة، وكذلك عام 2017 بعد شهور من رحيله على البلوغرانا إلى باريس سان جيرمان للخروج من ظل ميسي. وخلال مشواره مع باريس سان جيرمان أسهم نيمار في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020 قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني، لكنه عانى الإصابات التي أثرت على مشواره قبل الانتقال إلى الهلال السعودي في عمر 31 عاما. أندري إنيستا بطل مونديال جنوب إفريقيا. ينظر إلى نجم خط الوسط الإسباني على أنه واحد من أكثر المبدعين في تاريخ كرة القدم، حيث ابتكر نموذجا خاصا في حقبة برشلونة الذهبية مع المدرب بيب غوارديولا إلى جانب مواطنيه تشافي هرنانديز وسيرجيو بوسكي. توج الرسام بعديد من الألقاب مع برشلونة، وسجل لإسبانيا هدف الفوز بكأس العالم 2010، واحتل المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية خلف ميسي رغم فوزه بالمونديال، كما جاء في المركز الثالث عام 2012. كريم بنزيما الانفجار المتأخر. يعتبر المهاجم الفرنسي واحدا من بين لاعبين اثنين نجاحا في افتكاك جائزة الكرة الذهبية من ميسي عن جدارة واستحقاق، وذلك عام 2022 بعد قيادته فريقه السابق ريال مدريد للتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فوزه بجائزتي هداف المسابقتين، الأمر الذي أجمع بسببه النقاد وعشاق كرة القدم على استحقاقه هذه الجائزة. وانتظر بنزيما رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد عام 2018 من أجل الحصول على دور قيادي في الفريق، وهو ما نجح فيه بامتياز، لكنه اختار العام الحالي الرحيل إلى نادي الاتحاد السعودي. لوكا مودريتش العمر مجرد رقم، هو أحد اللاعبين القلائل الذين يقدمون كرة قدم على مستوى عال رغم وصوله إلى سن 38 عاما، كما جدد مؤخرا عقده مع ريال مدريد لموسم واحد. كان مودريتش أول من افتك الجائزة من ميسي وكريستيانو عام 2018 بفضل تألقه مع ريال مدريد وتتويجه بدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي، وأكمل ذلك بقيادة منتخب كرواتيا إلى نهائي مونديال روسيا 2018 الذي خسر أمام فرنسا بنتيجة 4-2، وبعد 4 سنوات عاد لتحقيق برونزية مونديال قطر. تشافي هرنانديز ضابط الإيقاع. رحل تشافي عن برشلونة عام 2015 إلى السد القطري بعد تتويج البلوغرانا بالثلاثية التاريخية وقيادة برشلونة إلى عديد من الألقاب، فضلا عن دوره البارز في تتويج منتخب إسبانيا بكأس أوروبا مرتين وكأس العالم 2010. تم ترشيح اسم تشافي للفوز بالجائزة الذهبية عام 2010، لكنه جاء في المركز الثالث خلف زميليه السابقين ميسي وإنيستا على التوالي. إيرين روبن الفضيحة. اشتهر الجناح الهولندي بحركته التي أتقنها لدرجة كبيرة، وهي الاختراق من اليمين والدخول إلى العمق ثم التسديد إلى الزاوية البعيدة في الشباك، وهي أهداف مسجلة باسمه وكررها في كثير من المناسبات سواء مع ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو منتخب هولندا.
وظهر روبن بمستويات عالية خاصة في السنوات العشر التي قضاها مع الفريق البافاري بتتويجه بدوري الأبطال وعديد من الألقاب، إلا أن اسمه لم يدرج في القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بجائزة الكرة الذهبية. أنطوان غريزمان، الجودة والالتزام. منذ وصول المهاجم الفرنسي إلى أتلتيكو مدريد عام 2014 قادما من ريال سوسيداد، أصبح أكثر اكتمالا مع المدرب الأرجنتيني دياغو سيميوني، فقاد فريقه للتتويج بالدوري الأوروبي وكذلك كأس السوبر الأوروبي على حساب ريال مدريد، وذلك عام 2018. وما بينهما حقق كأس العالم مع فرنسا، لكن كل ذلك لم يشفع له بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، وكان أفضل مركز له حين احتل المركز الثالث خلف مودريتش وكريستيانو في نسخة 2018. روبرت ليفاندوسكي، ماكينة أهداف. في نظر كثيرين يعتبر ليفاندوسكي أفضل مهاجم صريح في العقد الماضي، فحصيلته التهديفية لم تنخفض عن 30 هدفا في المواسم الثمانية الأخيرة مع برشلونة، مع تألقه اللافت قبل ذلك مع بروسيا دورتموند. اقترب ليفا كثيرا من الفوز بالكرة الذهبية، لكن جائحة فيروس كورونا حرمته منها، وذلك عام 2020، ثم جاء في المركز الثاني خلف ميسي في العام التالي، ومع ذلك فاز بجائزتين لأفضل لاعب في العالم دابيست المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. سيرجيو راموس، المدافع القائد. على الرغم من مركزه الأساسي كقلب دفاع، فإن راموس نجح في تسجيل كثير من الأهداف الحاسمة والمهمة، خاصة بضربات الرأس التي كان يتقنها، ولعل أبرزها هدف التعادل لريال مدريد في مرمى جاره الدون أتلتيكو في نهائي دوري الأبطال لعام 2014. إلى جانب ذلك قاد راموس دفاع الميرينغي ومنتخب إسبانيا لسنوات طويلة، ففاز بدوري الأبطال 4 مرات، وكذلك كأس العالم 2010 وكأس أوروبا مرتين. كيفن دي بروين، عين غوارديولا. كيفن دي بروين لاعب مميز، فهو يرى أشياء لا يستطيع الآخرون رؤيتها على أرض الملعب. صدرت هذه الكلمات عن المدرب بيب غوارديولا بعد إحدى المباريات، ومنذ وصوله إلى مانشستر سيتي عام 2015 قاد دي بروين نهضة الفريق وفاز معه ب5 ألقاب في البريمير ليج، ونجح أخيرا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا صيف عام 2023. البطولة الأخيرة حتى الآن تعد بمثابة تتويج لمسيرة قائد مانشستر سيتي، وهو مرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023. لويس سواريز، الأهداف أسلوب حياة. هو واحد من أبرز المهاجمين في العقد الأخير إلى جانب ليفاندوسكي، واتضع علاقته مع الشباك منذ بداية مسيرته الكروية، وزادت وتيرة ذلك مع ليفربول وبرشلونة، وحصد معهما جائزة الحذاء الذهبي. كما ساهم سواريز في تتويج البلوغرانا بعديد من الألقاب بفضل أهدافه حاسمة، ولعل أبرز ما فعله هو التتويج بالدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد في أول موسم 2020-2021 بعد رحيله عن البارسا.